ابو علي مثل ما تشوف وياي والساده المشاهدون الكرام، انطلقت مسيره الخير، مسيره الذاكره الطيبه التي كانت ايضا في الماضي انطلقت اليوم. هذه المسيره ايضا يقودها صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدوله، مسيره هذا الوطن الى المستقبل، الى القمم العاليه. مسيرة انطلقت الآن كما يشاهدها المشاهد الكريم معنا، انطلقت من قصر المنهل إلى قصر الحصن. يتقدم هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ الكرام والضيوف أيضا. تنتقل هذه المسيرة رويدا رويدا ومشيا على الأقدام أيضا أبو علي، لكي تخلد تلك يعني المسيرة والذاكرة أيضا الحية التي لا زالت باقية أيضا في الماضي البعيد، ولكنها يعني نراها الآن أمام أعيننا. طبعا أبو عبد الملك هذا المشهد رائع وجميل مثلما تفضلت. يتقدم هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمعية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. مسيرة حاشدة وسط استعراض فني مذهل وعروض فلكلورية. المسيرة تحاكي الانتقال إلى أبو ظبي وتشييد قصر الحصن قبل ما يزيد على 250 عاما، وكأنها فعلا تستحضر الانتقال الاستراتيجي إلى أبو ظبي، فتسير على خطوة رجل واحد قادة وشعبا لترسم مشهدا وطنيا تاريخيا معاصرا. فالولاء والعزة والدافع نحو البناء والتطوير الذي نعيشه وننعم به في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. فعلا هي روح وطنية لمسناها من الراغبين في الاشتراك في هذه المسيرة الوطنية، وهي طبعا تؤذن بانطلاق هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن. أبو عبد الملك طبعا هي ذات الروح التي جعلت قادتنا القدامى واجدادنا المخلصين قادرين على تحدي الصعاب ويدافعون عن الأرض ويضحون من أجلها، وهي ذات الروح التي لطالما بثها فينا الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. سموه يوجه دائما أن العلاقة مع الأرض ليست ثروة وإنما قيمة وطنية سامية، وهي تلك الروح أيضا التي نقلت